يا صباح يا صباح يا احلى صباح في الدنيا. الكشري المصري ده يا ولاد اعظم طبق في الدنيا. يجوله من اخر الدنيا عشان ياكلوا الكشري المصري بتاعنا. والست المصرية تعمل طبق الكشري ده او حلة الكشري كأنها بتعمل طبق سلطة بصباع ايديها الصغير. في ساعة زمن تكون عاملة العظمة اللي انتوا شايفينها دي كلها. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصي بقى يا ستي، هاتي الطاسه اللهلوبه بتاعتك دي، طاستي انا اللهلوبه. شويه زيت حلوين محترمين كده، تروحي نازله عليهم بحبه بصل محترمين حلوين، ويكون بصل ابيض. اوعي تعملي بصل احمر، البصل الابيض حلو بيقرمش ويبقى جميل، ما يكرملش ويطرى ويعجن منك. وشويه التوم دول هدوقهم وهقولك هنعمل بيهم ايه. بصي اللون بقى جميل ازاي، شايفه الحلاوه؟ طلعيهم بقى كده على ورق ابيض عشان يشرب يشرب الزيت الزياده اللي فيه ويخرفش ويقرمش كده ويبقى في منتهى الجمال. اوعي يتلسع منك واوعي تخليه اسود، لازم يبقى بني محمر وجميل كده زي ما انت شايفه. بسم الله ما شاء الله. والزيت ده بصي المنظر، شايفه الجمال؟ الزيت بقى اللي انت شايفاه ده هناخد منه كده كام معلقه في الحله، هقول لك برده هنعمل بيها ايه. بس كده حلو الكلام؟ تمام كده؟ قولي لي تمام كده. ويجي كبشتين شعريه كده او كوبايه شعريه وتحمريها لحد وايدك فيها، اوعي تتلسع، تبقى لونها جميل ولونها وردي كده زي ما انت شايفه. وانزلي عليها بكوبايتين رز مغسولين ومتصفيين كده، وقلب قلب قلب، تقعدي تقلبي كده بتاع 5 دقايق لحد ما تحسي ان الرز شخلل في ايدك، بقى له صوت معين كده، صوت مميز كده وانتي بتقلبيه. وتبصي تلاقوا الرزايه شكلها اتغير، نفخت كده شويه وفلفل وشكلها اتغير وبقت جميله كده. بس شايفه بقى؟ بصي بقت الرزايه شكلها اختلف ازاي عن اول ما حطيناه. يلا انزلي بقى بربع كيلو عدس الجبه. العدس الجبه ده كان مغسول ومنقوع بقاله ساعتين في ميه سخنه، ولا سلقت ولا حاجه خلاص. وده عدس الجبه بلدي. قلب قلب كده مع بعض، وظبطي الملح بتاعك. ما بحبش احط اضافات كتير على الكشري، هو ملح بس، ما بحطش اي حاجه تانية، ملح وبس، يبقى ريحته وطعمه احلى طعم في الدنيا. قلبتي كويس خلاص، انزلي بقى عليه بالعقد بتاعك بقى، تكون ميه كده مغليه من الكتل، ما تحطيش ميه بارده علشان ما يعجنش منك، ميه مغليه 10 دقايق بالظبط وهيكون استوى وفلفل معاك. بس كده غطي بقى، ظبطي الملح وغطيه وحطي الشياطه تحتيه وهدي النار سيكه، ما تكونش هدي قوي. بس خلاص. ادي بقى شويه الزيت نزلنا عليهم بكام فص الثوم اللي دقيناهم بحبه ملح، وقلب قلب كده لحد ما بصي اللون بقى وردي ازاي، بقى ذهبي وجميل. انزلي عليهم بنص كوبايه خل او تلت كوبايه كده، تلت كوبايه خل، هتشمي الريحه بقى والفحفحه. بعد كده تروحي نازله بالقوطه المتصلصله بتاعتك، كيلو طماطم متصلصل كده زي ما انت شايفه، وقلبيهم مع بعض. وانزلي بقى بايه؟ بالتوابل بتاعتك. اول حاجه هتحطيها معلقه السكر، اوعي تنسيها. معلقه السكر دي بتخلي الصلصه طعمها حلو، ما تبقاش طعمها ني ومزز. وايه التوابل التانية؟ معلقه كمون، معلقه كزبره، معلقه ملح. بس كده. يلا يا ست الكل لحلحيها بشويه ميه، اوعي تنسي. غطيها بقى وهدي النار شويه، مفيش 10 دقايق وهتلاقيها اتسبكت. سمع الخرفشه؟ سمع الشخلله؟ الاضاءه ظلمها على فكره، ده لونها جميل، لونها وردي وحلو. بس كله كده استوى وبقى زي الفل. المكرونه طبعا سلقتها وفي معلقه سمن صغنونه سيحتها وقلبتها. بس كده. يلا دي ظبطتي المكرونه خلاص، الكشري بتاعك فلفل خلاص. يلا حطيه بقى في الطبق الكبير كده عشان يبقى منظره جميل. طلعنا الطقم بقى الاركوبال اللي بقاله عندنا يجي يجي 40 سنه عشان خاطر عيونكم اهو. ظبطي كده السيرفيس بتاع الكشري او طبق الكشري الكبير كده،
فاضل ايه؟ الصلصه. بصي الصلصه بقت جميله ازاي، ولا تخليها خفيفه ولا تخليها تقيله قوي، يعني تبقى بصي الجمال تبقى بالمنظر ده حلوه كده. والدقه بقى كمان رحت جايبه كبشتين من الميه بتاعت سليق الحمص، وعليها فصين توم مدقوقين وليمون وخل وكمون وشطه ومعلقتين من الصلصه الحمراء، وعملنا احلى دقه زي ما انت شايفه. ما عملتش دقه الشطه اللي هي ام زيت عشان احنا ما بنحبهاش، وانا مش بحب بصي بقى الحمص ده نقعته ساعتين في ميه مغليه وبعدين سلقته، ما خدش وقت تماما خالص. بصي الجمال بقى، هو ده الكشري المصري ولا بلاش. شايفه بقى طبق الورد، ورد بيسموه ورد في المحلات بتاعت الكشري، ما يقولوش بصل، ورد. شفتي الحلاوه؟ شايفه الخشخشه والقرمشه؟ لا حطينا دقيق ولا حطينا نشا ولا حاجه خالص. بسم الله ما شاء الله. يلا بقى نقول الدعاء بتاعنا، وما تنسنيش في اللايك ومنشن لحبايبك وتعليق جميل كده، وشيري عشان باقي البنات تشوف الرز المصري بتاعنا بيتعمل ازاي من اسهل ما يكون. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما بنا من نعمة فمن عند الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم دمها علينا نعمة يا رب، واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا وآخرة، وكفينا شر المرض، وكفينا شر الأذية، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر الوحش كله يا رب العالمين. وافتحها في وشنا، وارزقنا برزق عيالنا، وارزقنا برهم، واصلح أحوالهم، ونجح مقاصدهم، واكبر بخاطرهم، ويسر لهم كل امورهم، وفتح لهم الابواب المقفله يا رب العالمين. وكفيهم شر المرض، وكفيهم شر طريقهم، وكفيهم شر صاحب السوق، وكفيهم شر ولاد الحرام. وقف لهم يا رب ولاد الحلال، واجعل لهم في كل خطوه سلامه، واكتب لهم في الطيب نصيب يا رب العالمين. اللهم امين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين 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 يا رب العالمين. يلا حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اختكم ايمان بدوسة لايك وتعليق حلو. فوتكم بعافية.